احلى سحلبينو هتشربيه معايا باذن الله، حاجه كده فاخر من الاخر. فعلا كده تقومي تعمليها دلوقتي، مش هتاخد معاكي تجهيز 5 دقايق، وهتعملي السحلب بطريقه سهله وبسيطه ويطلع معاكي القوام مظبوط. نسمي بالله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. اي نوع سحلب بقى انت بتستخدميه، في العموم السحلب يعني نشا، مكوناته نشا. هنا بقى ده سحلب متدلع شويه مع المكسرات كده. هتشيلي بقى المكسرات دي، مش هتنفع تنزلي بيها كلها في الحاجه اللي هتسوي بيها السحلب. زي ما انتم شايفين معايا بتبقى طبقه المكسرات مع جوزة الهند اللي هي الشرايح، وبعد كده وصلت لطبقه السمسم وجوزة الهند الناعمه خالص برضو. يعني انا لو هسوي كوبايتين او 3 زي اللي شفتهم معايا مش هاخد كل الكميه دي، فهخلط بقى كل كميه النشا مع السمسم وجوزة الهند اللي هي الناعمه. وزي ما شفتوا معايا المكسرات شلتها لوحدها. هنا زي ما انتم شايفين معايا كده النشا، هخلط بقى كل المكونات كده. انا حابه السمسم وجوزة الهند ينخلطوا كلك بالسحلب. بعد كده بقى شفتوا معايا كده خلاص، طريقه سهله وبسيطه علشان ما ينفعش تنزلي بالكميه زي ما اتفقنا كلها مره واحده. مثلا انا هسوي ال3 كوبايات اللي شفتوهم معايا، لكل كوبايه معلقه صغيره بس تكون هرميه. هرميه يعني مليانه يا حبايبي، علشان يبقى القوام معاكي مظبوط. لا هي خفيفه قوي زي الشاي مثلا، ولا هي تقيله زي الكاستر. خير الامور الوسط. لكل كوبايه، الكوبايه دي مثلا المقدار بتاعها 100 مللي، متهيألي الكوبايه دي متوفره في كل بيت. لكل كوبايه من كده هتستخدمي معلقه هرميه صغيره. لو هتستخدمي بقى المج الكبير اللي هو 200 مللي، هتستخدمي معلقه كبيره من بتاعه الاكل وتكون هرميه برضه. متهيالي مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وان طلعت معاكي تقيله، تقدري تضيفي شويه لبن كده بالتدريج لغايه ما توصلي القوام اللي انت عاوزاه. ولو لاحظتم انا دوبت النشا في اول كوبايه لبن انا نزلت بيها، ما تستنيش لما تنزلي بكل كميه اللبن وبعد كده تدوبي علشان ما يكونش معاكي تكتلات. نزلت بقى بشويه زبيب، ولو لاحظتم انا بدوق هي بيبقى فيها السكر جاهز. السكر بقى حسب الرغبه، انا ما استخدمتش اي سكر، هي بتبقى محلاه كده بتيجي جاهزه. ببدا طبعا النار بتبقى وسط وتقلبيها تقليب مستمر زي ما بتعاملي الكريمه بالظبط وانت بتسويها على النار. ما ينفعش تسيبيها هتكون معاكي تكتلات. بالراحه خالص كده وتقلبي فيها لغايه ما توصلي للقوام ده. وزي ما اتفقنا لو تقيله هتخفيها بشويه لبن افضل ما تبقى خفيفه. لو خفيفه بقى هتروحي تدوبي تاني شويه سحلب في شويه لبن وتضيفيهم. يعني في الحالتين محلوله، بس انا بفضل لو تقيله اخفها اسهل لي يعني. هنا ما شاء الله حرفيا 5 دقايق على النار، وكان ده القوام كده المظبوط ما شاء الله. كده قوام وسط، لا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه. اتمنى بقى لو استفدتم من الفيديو لايك وشير يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد. وطبعا بقلبها كده بديها تقليبه قبل ما تصبها في الكوبايات. وكده كده الزبيب برده بيبقى ساقط في قعر الكسرولة، فانا هخرجه عادي بالمعلقه وهوزعه على الكوبايات بحكم ان هو بيبقى تقيل وكده. واعملي حساب برده الزبيب بيحلي معاكي السحلب، يعني حسب كميه الزبيب اللي هتحطيها. زي ما احنا عارفين بيبقى مسكر، فانت لو مش حابه الحاجه مسكره زياده عن اللزوم مش هتحطي زبيب كتير. وهبدا بقى ازينه بالمكسرات اللي كانت جايه معاه. كان معاه لوز وكان معاه بندق وكان معاه الكاندي اللي هي الالوان والزبيب وجوز الهند الشرايح، كلها حاجات سهله وبسيطه. ولو انت جبتيه مع وش المكسرات دي تقدري، لو انت عندك زبيب وجوز الهند تقدري تزينيه كده على وش الكوبايات وانت بتقدميها. متهيألي افكار كلها سهله وبسيطه، تقدري تعمليه من غير حاجه خالص وتقدميه هيبقى زي العسل برده من ايديكي. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. لايك وشير يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. حرفيا كان كده مظبوط وفعلا يستاهل ان انتوا تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم كمان. متهيألي حاجه سهله وبسيطه، بس فينا ناس كتير بتبقى في غلطات بتعملها فبيكون معاه تكتلات علشان مش بتقعد تدوبه. وبتبقى عارفه ان ده مكوناته نشا، فضروري جدا بتدوبيه على البارد الاول وبعد كده لما ترفعيه على النار. هنا برضو حطيت سوداني كان متوفر عندي، الموجود عندك تقدري تحطيه. ولو عندك شوكليت كمان تقدري تزينيه بيه. قدر الامكان بنحاول كده نفرح ولادنا بحاجات كلها سهله وبسيطه وفي متناول الجميع باذن الله. وايه رايكم بقى؟ حرفيا كده ما اخدتش تجهيز اي حاجه وهيبقى مشروب شتوي خطير، السحلبين الخطير. لايك وشير بقى يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد. هنعمل مع بعض شويه كده مشروبات شتويه ان شاء الله هتنول اعجابكم. كنت معاكم فاتن الجندي، نتقابل في فيديو جديد سهل وبسيط. اشوفكم على خير، مع السلامه يا حلوين.